هو أنا شلون أقدر أنا متألمة أفتهم الدرس اللي دا يجيني من الموقف اللي دا يصير هسه. ابنها دا يبكي، فأول حكاية إحنا نقولها للأطفال من الابن يبكي إنه إيش اسكت، وأنا ما شايفة صراحة طفل يسكت من يقولوا له إيش اسكت. المهم ما سكت هذا الطفل. الستيب الثانية أبلش أراوي إنه اللي دا يصير عيب وغلط، فبلشت تقول له عيب لا تبكي، عيب أنت كبير لا تبكي. هم سكت الطفل لأن كان كلش دا يتأذى. بعدين الستيب الثالث أنت جبان لأنه أنت دا تبكي. فأنا كنت أتخيل هذا الطفل نفسه من راح يكبر إنه البكاء وعملية التفريغ هي عار، هي عيب، هي ما يصير. مثلا هذا المايك إذا كانت عليه شوائب كل شوائب أنا ما راح أقدر أشوفه لأنه هو مغطى، فإذا أنا جيت شلت هاي الشوائب راح يطلع المايك وراح أقدر أشوفه. نفس الشيء الدرس ما راح أتعلمه إذا ما كانت أكو مساحة، والمساحة ما تنخلق إذا ماكو تفريغ عن الألم، والألم ما يتفرغ إذا ما تكون عندي طريقتي الخاصة. يعني ما يصير أني أمي تفرغ عن ألمها بأنه تحكي عن الناس، فأنا أقعد أحكي عن الناس حتى نفرغ عن ألمي. لا، كل واحد عنده طريقته الخاصة. فمن فترة كنت كلها دا أتفكر إنه شنو طريقتي أنا الخاصة بالتفريغ عن الألم. بلشت أتبع طريقتي الخاصة، بلشت تصير مساحة بداخلي هي اللي كانت تراويني الدروس. قدرت أفتهم الدروس من المواقف اللي تصير. عرفت بلحظتها إنه الألم مدامه موجود ما راح أقدر أفتهم الدرس، مدامني أحرره راح أخلق المساحة اللي تخليني أتعلم الدرس. أعطيكم هيجي مثال بسيط. لو كان مثلا أكو فد أحد بحياتي موجود قريب، وهذا الشخص أنا محتاجة هو يكون موجود بس هو مو موجود، فالألم اللي دا يجي هو لأنه أنا عندي ذهنية الحاجة، ولأنه أنا محتاجة، لأنه أنا أنتظر من المقابل يتقبل هاي الحاجة أو يلبي هاي الحاجة. بحياتي ما راح أدرك هذا الشيء مدام الألم بعده موجود. يعني بحياتي ما راح أقدر أدرك إنه أنا أحتاج أتقبل الحاجة العاطفية اللي عندي إياها، إنه أنا أريد أحد يمي وبلش أنا أكون الأول النفسي. ما راح أقدر أخطي ولا خطوة لأنه أنا متألمة، لأنه أنا بحالة داون. فمدام أنا متألمة أنا متروسة، هسه ذهني متروس. هذا الذهن المتروس ما بي مساحة يفتهم إيش دا يصير، يفتهم شنو لازم يسوي. وبحياته ما كان التفريغ عن طريق اتباع أساليب الآخرين. لذلك تشوفين نفسك على ساعة ضوجين، أو شوف نفسك على ساعة ضوج، شوف نفسك مرتاحت، طلعت مرتاحت، ما أدري شنو سويت مرتاحت، ما راح ترتاح. لأنه الطرق اللي دا تتبعها بالتفريغ الألم هي ما دا تخلق مساحة، هي أصلاً بالعكس. أنت دا تتبع طرق الآخرين فأنت دا تلود على نفسك، دا تلود فدا يزيد الألم لأنه ما دا تطلعه، أنت دا تزيده لأنه دا تتبع أساليب الآخرين. فشنو هو أسلوبك الخاص بالتعبير عن الألم، بالتفريغ الألم؟ تنفس، صياح، شنو هو أسلوبك الخاص؟